الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. خرج نبي الله سليمان ذات يوم هو وقومه ليصلوا صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء أن يصلوا ويدعوا الله عز وجل أن ينزل المطر من السماء حتى لا يهلك الناس ويهلك الزرع. وفي طريق نبي الله سليمان إلى صلاة الاستسقاء هو وقومه وجد العجب العجاب. وجد نبي الله سليمان نملة نائمة على ظهرها، وقد رفعت قوائمها الأربع إلى السماء وتقول: يا رب، إنك لا تنزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع البلاء إلا بتوبة، ونحن خلق من خلقك، فلا تهلكنا بذنوب بني آدم. فإذا بالسماء ترعد، وإذا بالمطر ينزل أفواجا. فقال نبي الله سليمان لقومه: ارجعوا فقد كفيتم بدعاء نملة. الذنوب والمعاصي هي سبب البلاء، وهي سبب الغلاء، وهي سبب الوباء، وهي سبب الدمار في الدنيا والآخرة. يدمي القلب الآن أن إنسان مسلم يسأل، يقول لك: يا عم الشيخ، أنا تعبان، أنا مخنوق، أنا عندي مشاكل في البيت، عندي مشاكل في الشغل، أنا حاسس إنني معمول لعمل، أنا حاسس إنني مسحور. وفي نفس التوقيت هو لا يقرأ القرآن، في نفس التوقيت هو لا يصلي، في نفس التوقيت هو مدمن للكذب، هو يشغل لسانه ليل نهار بالغيبة والنميمة، لا يركع لله ركعة، لا يسجد لله سجدة، قاطع للرحم، لا يقرأ صفحة من القرآن، طول النهار غرقان في الذنوب والمعاصي. وبعدين يقول لك: أنا مسحور، أنا محتاج الشيخ يرقيني. أنت لست تحتاج إلى رقية، أنت تحتاج إلى توبة. فمرضك هو البعد عن الله عز وجل. ليس كل ابتلاء وليس كل مرض يأتي للإنسان هو سبب السحر. في سحر، في حسد، في عين العين حق، لكن ما تكونش انت بعيد عن الله عز وجل بالمعاصي والذنوب، وما بتخشش المسجد الا يوم الجمعه، وممكن في ناس ما بتخشش الا على ظهرها ميته، ويرجع يقول لك انا مسحور. لا، انت مرمي في حضن ابليس. الله تعالى يقول: وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم. وقال الله تعالى في آية اخرى: ولما اصابتكم مصيبه، لما جالك بلاء في مراتك، في نفسك، في ولدك، في مالك، قلتم أن هذا، منين البلاء دي يا رب؟ ويأتي الرد من السماء: قل هو من عند أنفسكم. هي قاعدة اعلمها يقينا حتى لا أطيل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أقسم بالله هيخلي العمارة اللي انت فيها جحيم، والمال اللي انت فيه هيحوجك الى الاطباء تصرفه على الدكاترة، وهيخلي العيشة اللوكس اللي انت فيها والعربية اللوكس والمرة اللوكس هيحولهم لجحيم طول ما انت معرض عن الملك العليم. لان السعادة في الدنيا والآخرة هي مع الله عز وجل. يقول الله تعالى: ففروا الى الله، ولم يقل ففروا من الله عز وجل. أيها الأحبة الكرام، نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك ومولاه والقادر عليه.